اهلا وسهلا بيكم تاني ليلا سيلز فورس. هنكمل رحلتنا مع يلا سيلز فورس تريل ماكس. خلصنا حاجات كتير ومكملين ان شاء الله رحلتنا. في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم مركزين على الفلو، مكملين رحلتنا مع الفلو. خلصنا حاجات كتير قوي حلوه مع بعض، بيلد فلو وذ فلو بيلدر، وتعرفنا على حاجات كتيره قوي في الفلو، انواع الفلو، ازاي نبيلد فلو. بعديها دخلنا على البيلد رياكتيف سكرين فلوز، وخلينا ان السكرين تبيهيف بطريقه مختلفه، وقلنا سميناها فقره الساحر، تغير حاجه هنا، حاجه تانية تغير الفاليو بتاعتها، وحاجات تختفي وحاجات تظهر وكلام من ده، ولعبنا مع بيلد رياكتيف سكرين. بعديها بدانا تريل جديد اسمه ديستريبيوت اند امبلمنت فلوز، وقلنا ده النكست ليفل بقى. اتعلمنا فيه المره اللي فاتت على السكرين فلو ديستريبيوشن، وعرفنا اماكن ان احنا ينفع نحط فيها السكرين فلو من اللايتنينج بيج، واتكلمنا ايه مميزات وعيوب، وبعديها حطيناها في اكشن، بعديها حطيناها في اليوتيليتي بار، وبعد كده كمان خدناها بره سيلز فورس وحطيناها على الاكسبيرينس كلاود، حطيناها في سايت، واتفرجنا على كل الكلام ده مع بعض. النهارده هنبدا موديول جديد، اتس ادفانسد ا ليتل بيت. مش كل الناس بتستعمله في حياتها العاديه، بس ريكومنديشن ان انت تستعمله في حياتك العاديه، تبدا تستعمله. فالفرق ما بين كل اللي فات وما بين النهارده والمره الجايه ان شاء الله، ان السيشنز اللي فاتت كانت بتعلمك ازاي تعمل فلو، ازاي تعمل الشغل. الموديول بتاع النهارده والموديول بتاع المره الجايه مش ان انت ازاي تعمل شغل، ازاي تعمل شغل نظيف. فالنهارده هي حته النظيف. يعني ايه نظيف؟ يعني شغل ما فيهوش باجز. يعني ايه باجز؟ يعني ان انت تبقى متوقع انه يعمل 1 2 3 بس تلاقيه بيعمل 4 5 6. فده ما ينفعش. ان انت تعمل شغلك في البلاي جراوند اللي هي الساند بوكس، وبعدين تطلعها على البرودكشن عشان ما تروحش وتتفاجئ. ان انت تعمل شغلك والتست عدل، بحيث ان انت تقلل المفاجآت. ان انت لو تفتكر زمان كنا بنتكلم عن ان سيلز فورس مالتي تننت، وان احنا في حاجه اسمها governor limits لازم تحترمها. ازاي تبقى فاهم يعني ايه ترانزاكشن، وتعرف الباوندري، يعني حدود الترانزاكشن دي بتخلص امتى، عشان ما تهتش في ليميت. ان انت ممكن تبقى الحاجه شغاله حلوه على الساند بوكس ب 10 ريكورد، بس اول ما تروح برودكشن كل الدنيا تضرب. فعاوزين نطلع شغل نظيف. يلا بينا لو ما حدش عنده اي اسئله. اللي احنا هنغطيه النهارده ان شاء الله، هنعمل حاجتين النهارده مهمين في فلو امبلمنتيشن 1. واحد، ان احنا نعمل تيست زي ما احنا اتفقنا. اثنين، هناخد بالنا من الجفرنر ليميتس. بس قبل ما نبدا الموديول زي ما بنعمل كل مره، تعالوا نتفرج يعني ايه تيست، عشان بعد كده لما نروح الموديول ما نحسش ان احنا ايه ضايعين من بعض. ده السيناريو اللي هنتكلم عليه في الموديول بتاعنا. قصته كلها ان اولا التيست بتحصل على الريكورد تريجر فلو، بتديلها ريكورد، وبتديلها الريكورد بعد التغيير، وتبدا تقول له هل اللي انا متوقعه حصل ولا ما حصلش. فاي فلو بتبدا تبلانه، وبتبقى انت متخيل اوتبوت من هذا الفلو. فالفلو بتاعنا ان بيحصل ريكورد تريجر فلو على الكيس، والكيس يا اما كرييت براند نيو كيس، يا اما كيس حصل لها ابديت. طب بعد ما بيعمل كده بندخل في ايه؟ ديسيجن. الديسيجن الكيس دي فيها ستاتس فيلد، وفيها حاجه بوليان فلاج اسمه اسكليتد. فاذا كان الستاتس اسكليتد وهي فولس، فالستاتس اسكليتد بس الفلاج بتاع اسكليتد فولس، فروح واعمل ابديت للريكورد خليه اسكليتد. The other option is if it's closed, the second path هنا في الاوتكم، لو الكيس بقفلها وهي اسكليتد، ابعت ايميل للكيس اون. فده فلو بمنتهى البساطه. كيس يا اما بتتخلق، يا كيس يا اما بتتابديت. لو بتتكريت او ابديتد بس الستاتس بقت اسكليتد والفلاج بفولس، خليه ترو. اول ما بقفل الكيس ابعت ايميل. as simple as that. طيب ايه التست بقى؟ تعالوا نتفرج على التست. ده الفيو تيست. بتيجي تقول له كرييت، بتيجي تحط له هنا ايه التست اللي انت عاوز تعمله، وبعديها تقول له يا اما هل انا عاوز تيست والريكورد بيتكرييت ولا والريكورد بتابديت. فلو بتكرييت بتيجي تقول له هنا ايه الريكورد بتاعك، كانك بتسيميليت، كانك بتحاكي ان انت بتعمل ريكورد جديد. فتيجي تقول له مثلا ليتس سي لو احنا بنتكلم على الستاتس، تعالوا ندور على الستاتس.
فين الستاتس هنا؟ تقول له انها اسكليتد، انا عملت نيو كيس اسكليتد. طب انت عاوز تتشيك ايه؟ ان تقول له مثلا ان انا لما حصل اسكليتد ان انا رحت في الكرايتيريا ناحيه اسكليتد بترو ويطلع ترو. طب لو مش ترو تبدا تحط له ايه المسج اللي هيعملها؟ you didn't go through a right decision، حاجه زي كده. فبتقول له ايه؟ ان انا دلوقتي انا متخيل اسبير الفلو، انت هنا بس كبزنس انت بتقول له لو انا عملت نيو كيس والكيس دي الستاتس بتاعتها اسكليتد زي ما احنا اخترنا هنا واسكليتد بفولس، انا متخيل ان هذا الفلو المفروض يروح على البرانش بتاع اسكليتد والنتيجه تبقى اسكليتد ايكوال ترو. فانا عملت اهو، ده بيقول لك set initial triggering record، كاني بخلق ريكورد وده اللي انا بتاكد منه، ولو ما حصلش هدي ايرور. فواحد انا متخيل انه يروح في الديسيجن. تاني حاجه انا متخيل ان التريجرنج ريكورد ان الاز اسكليتد بتاعه مثلا او اسكليتد لازم ناند اب بترو وهسيب. تمام. فده هنا طبعا بقى محتاج تشيك كيس زي ما بنعمل كل مره، انا محتاج اي بي اي وليبل وهسيب. فيطلع لك تيست. طب فين الفيو تيست؟ اهو مثلا اللي انا عملته هنا. فهقول له run test and view details، فيقول لي ايه؟ failed. ليه؟ لانه مثلا كان متخيل انه true وانا طلعت ان الكيس is escalated true، ده الفاليو بتاعته null وبالتالي الفاليو كنت انا متخيل true، وسنس ان انا I failed in the first assertion يبقى مش هيدخل الثاني. يبقى ايه اللي احنا عملناه سو فار في التيستس؟ زي ما احنا شايفين ان واحد انا بديله شويه سوري واحد بدخل عليه وبقول له ان انا عاوزه في الكرييت ولا في الابديت. تاني حاجه بديله داتا. تالت حاجه انا ببقى متخيل نتيجه معينه الا وهي الاسيرشن، خليني اتاكد ان اللي انا متخيله يحصل حصل، وببدا اقول له ايه؟ هل الكلام ده راح في الاتجاه الفلاني؟ ويقول لي ولا لا، او لو لا يديني ايرور مسج. فده في ملخص ما هو التست. وبالتالي الكلام ده كديفلوبر بيستعمله في ايه؟ الديفلوبر بيقوم عامل ايه؟ يقوم عامل ديفلوب شويه حاجات، هو بيبقى عنده تخيل او بيبقى عندها تخيل للفلو ده ايه الانبوت وايه الاوتبوت بتاعه، فبيبدا يحط شويه تيست، فده يعمل له يونت تيستنج للي هو بيعمله. طب ايه كمان غير اليونت تيستنج؟ ساعات ده تحت مسمى اكبر اسمه تيستنج اوتوميشن. ان احنا دلوقتي انت بتعمل فلو وانا بعمل فلو وهو بيعمل فلو وهي بتعمل فلو. طيب بعد كده انا عاوز اعمل ايه؟ ريجريشن تيستنج، عاوز اتاكد ان كل الدنيا في الاخر بعد ما قاعد اعمل شويه حاجات وبغير حاجات ان ستيل الدنيا شغاله زي ما انا متوقع. فالحاجات دي بتسهل عمليه التستنج. حد عنده اي اسئله؟ يعني ايه تيست within الفلو؟ كله كويس؟ حلو كده. الكلام ده مش حاجه جديده للفلوز بس. لو انت باك جراوند جافا هتلاقي ان انت كان في حاجه اسمها جي يونت، لو انت باك جراوند ميول سوفت هتلاقي في حاجه اسمها ام يونت، لو انت الباك جراوند ايبكس هتلاقي في حاجه اسمها تيست كلاسز، لو انت such and such هتلاقي كل حاجه ليها التستنج فريم ورك بتاعك اللي بتسهل لك عمليه اليونت تيستنج والريجريشن تيستنج والتستنج اوتوميشن ان جنرال. اي هوب ان احنا نكون بس فهمنا احنا داخلين على ايه. هل التيست انفورسد في الفلوز؟ يعني هل انا لازم اعمل تيست مع كل فلو؟ لا، اتس نوت انفورسد. يعني انفورسد يعني ما ينفعش مثلا ان انت تديبلوي للبرودكشن من غير ما يحصل تيست، الكلام ده مش موجود. هل الكلام ده محطوط على الايبكس؟ يس. ما ينفعش ان انت تروح برودكشن من غير ما يبقى عندك برسنتج من حاجه اسمها تيست كفرج لو انت راجل ديفلوبر او سيده قد الدنيا ديفلوبر. بس في الفلوز it's not enforced. I will say yet ممكن تبقى enforced بكره لانها كلها حاجات بتضمن الكواليتي وان احنا مطلعين الشغل زي ما بدانا السيشن نضيف. طيب حد عنده اي اسئله؟ نجنب بقى على كده. عملنا بس زي ما بنقول ايه، تخيلنا شكل الحاجه، الموضوع شكله عامل ازاي، وعملنا فيجواليزيشن للموضوع. فتعالوا نجو ثرو هذا الموديول الشيق ونتعلم ازاي نطلع فلوس نضيفه. طيب بيجي يقول لك طبعا هنا ايه؟
ان القصه وما فيها ان انت ما ينفعش تيجي ازاي اعمل فلو نظيف من غير ما اكون بعرف اعمل فلو ان ذا فيرست بليس. لازم اتعلم ازاي اعمل الشغل عشان بعد كده انضفه. فطبعا لو انت مش عارف، بس احنا وي فينيشد التريل ده الحمد لله كلنا مع بعض. فالمفروض ان انت تكون عملت حبه فلوس حلوين مع بعض. and familiar enough with the flow builder to create your own. اتعلمنا ازاي نريسيف ده with all the experience ان احنا بنيناها مع بعض. الفلو انت عارف ان الفلو كان receive input from your org user، ممكن ياخد داتا من اليوزر، create update delete، بيبعت ايميلات، بيتعامل مع external systems all of these features are more valuable but they are carry some risks. يعني مع كل power you have the more responsibility وريسك هتبقى عليك. يعني كل ما يبقى معاك تولز ممكن تعمل حاجات، لازم تخلي بالك انت ايه التول والقوه اللي في ايدك. يعني otherwise انت ممكن تقعد هيت ليميتس وتدي بزنس اوتبوت مختلف عن اللي الناس متوقعاه. user can make things behave unexpected، ان انت تاند اب بان انت بتبعت ايميلات بالغلط فخلي بالك وانت بتستعمل، لانها اتس فيري باورفول تول، انها ممكن تعمل حاجات كتير زي ما اتكلمنا قبل كده. As a flow creator you don't just build a flow، انت بعد ما بتبنيه and activate it you have responsibility to do minimize the risk and do make sure ان الفلو بيعمل بالظبط اللي انت ناوي تعمله. ما تلاقوش زي ما قلنا متخيل ان هو بيعمل اي بي سي بس يند اب بيعمل حاجات تانية خالص. كلنا بشر وكلنا بنعمل ميستيكس، بس المهم ان احنا نخلي بالنا من الحاجات اللي تقلل الريسك ده. It's perfectly normal for free creator to not get it right first time. كل حاجه في الحياه is experience، تبني اول واحد وبعدين تبدا تيتريت عشان تخليه احسن فلو ممكن انت based on your experience تسلمه. Even experienced flow creator rarely get a flow exactly right في اول مره. كلنا بنبيلد فلوز ومش شرط ان انا بعمله من اول مره صح، ساعات اعمل حاجه وبعدين اقول لا ده في طريقه احسن كلام من. on top of that your flow run in living org مش ممكن ما تكونش غلطتك، بس انت عملت الفلو واحد تاني انا مغير البيك ليست فاليوز اللي انت بتستعملها جوه الفلو فالدنيا ضربت and so on. فلازم نبقى well aware بالسراوندينجز بتاعتنا وان احنا نتست شغلنا صح. تمام. if flow runs whenever case is created what happened then enter values of flow expected what happened if you added a new record type pick list value profile كل الكلام ده might impact your flow. mitigating risk يعني ايه mitigating risk؟ ازاي احاول اقلل الريسك بالنسبه للفلو اللي انا بعمله. create a plan. في قاعده كده بالانجليزي اسمها ايه؟ measure twice cut once. لان خلاص النجار لو قطع وبعد كده لسه هيقيس خلاص كل سنه وانت طيب. بس انت محتاج ايه؟ تتاكد ان انت عملت حساباتك صح قبل ما ايه. فخطط وديزاين وحط البلو برنت بتاعك قبل ما تبدا تعمل وترش للامبلمنتيشن. ساعات احنا كديفلوبرز نقوم ايه rushing ان احنا نبيلد الفلو على طول، بس this is not the right way. You have to plan. use the plan to test the flow. طيب لو انا عندي بلان وعارف انا ايه الانبوت الناس عاوزه ايه الانبوت وايه الاوتبوت، فنبدا نحط تيست مع بعض. build the flow in a safe separate location. يعني ايه؟ ما ينفعش اروح على البرودكشن واجرب وبعدين ابعت ايميلات للكاستمرز وبعدين اقول يا ريت اللي جرى مكان. لا انا عندي ساند بوكس اجرب فيها بشويه انفاليد ايميلز او جوه انترنال ايميلز او ماي ايميل وابدا اتاكد ان كل حاجه مظبوطه. ابديت ريكوردز مش بتاعت البرودكشن بحيث ان انا ابدا اتريت والعب في الديفلوبر ساند بوكس بتاعتي. avoid practice that cause your flow to exceed Salesforce limit. اتكلمنا ان Salesforce is a multi tenant ولذلك Salesforce بتحط الليميتس بتاعتها ان انت ما ينفعش تعدي حاجات معينه. هنا في يونت كامله بتتكلم على الليميتس، فما ينفعش ان انت جو beyond الباوندريز بتاعت الليميتس بتاعتك والا الفلو بتاعك هيضرب. In the flow add functionality that anticipate problems and handle them gracefully. make sure ان انت بتديبج وبتست حاجتك. When you employ all of these practices you can catch almost any problem hidden. يعني انا خططت وديزاينت وحطيت البتاع على الساند بوكس وجربت وعملت ديباجنج وخدت بالي من الجفرنر ليميتس، ان شاء الله الدنيا هتبقى ايه peaceful وهتبقى good release. But there's something you should know.
it's common practices for developers. الديفلوبرز عشان بيكتبوا كود وكل الكلام ده بيبقى بالنسبه لهم معروف، وهم بيذاكروا بي دي 1 مثلا عرفوا ايه الجفرنال ليميتس وعرفوا ايه البيست براكتس بس فور الادمنز this topic مش متغطي فيه سيس فورس اسوشيت ولا كفرد في السيس فورس ادمن ولا كفرد في السيس فورس اب بيلدر اللي هو الادمن ريليتد سيرتيفيكتس. وبالتالي ساعات ان الادمن ما بيبقاش عارف البيست براكتس ديفلوبرز بيعملها لو هيديفلوب فلو. وبالتالي السيشن بتاعت النهارده ازاي نخلي الادمن اوير عشان لما يجي يعمل او تيجي تعمل الفلو ده يبقوا عارفين ايه البيست براكتس. طيب if you are developer these best practice familiar to you كادمن don't panic هنتعلمها مع بعض. Declarative tools doesn't make any less of a developer. سيس فورس ادتنا التول العظيمه اللي اسمها فلوس عشان تخلي الادمن عنده similar power وعنده قوه زي الديفلوبر انه يعرف يعمل fully building automation وبزنس بروسس اوتوميشن. وهو ده اللي بدانا اساسا التريلز بتاعت الفلو ده، قلنا عاوزين نخلي الادمن عنده نفس القوه والامكانيات والتولز اللي تخليه يعمل full end to end business process. وبالتالي it's more complex عن ان انت تفضل تاد users وتكونفيجر apps وتغير lightning pages وسو on. ده بيخليك فعلا تخلي بالك ان انت تعمل fully business process automation. You need to know testing, error handling, debugging and تبقى مخلي بالك كمان من السيستم limits. حد عنده اي اسئله؟ دي الفرشه الاولانيه كده للموديول. اول حاجه always build first in sandbox. بغض النظر انت بتعمل ايه، فلو، ايبكس، بتغير بيج، بتغير بيك ليست، بليز دونت جو للبرودكشن وتغير. اتفقنا ان الانفايرمنت في سيس فورس في ان انت بتعمل حاجه اسمها ساند بوكس وفي كذا تايب من الساند بوكسز، بس ديف تيست ميبي لو عندك انتجريشن او ريجريشن وبعدها اطلع برودكشن. ما تستعجلش ان انت تروح. ليه؟ لسبب بسيط. زي ما بيقول لك ان انت اهو النهارده انا عملت عندي تشينج على الفلو بتاعي. You have mentioned in many badges ان احنا محتاجين نعمل على الساند بوكس. When you build a flow and make a change in the sandbox, you should test and debug وتاكد ان كله تمام. Even making a small change in production is risky. ليه؟ لان انت النهارده غيرتها، ليتس سي ان انت عملتها وانها كانت اكتف من غير اي وبعدين صلحتها على طول في البرودكشن باي. طيب بعديها بشهر جالك ريكويرمنتس ثانيه، قمت عامل ايه؟ ديبلوي للفلو ده من الساند بوكس للبرودكشن. ايه اللي هيحصل؟ رجعت تاني زي ما كانت. ليه؟ لان انت ما صلحتهاش في اللور انفايرمنت. فكل مره ان اللور انفايرمنت هتيجي تديبلوي اي حاجه انت عملتها على البرودكشن هتروح. ليه؟ لان اللي جاي من اللور انفايرمنت هيكسب. انت بتقول له هات لي الجديد من ده. فخلي بالك التغييرات في البرودكشن are not permanent. انت محتاج تعملها سواء في اللور انفايرمنت بغض النظر انت بتستعمل انهي تول تو ديبلوي. فيا اما محتاجه تبقى عندك في السورس اوف تروث. فاذا كنت بتستعمل تشينج سيتس وكلام من ده هيبقى انفايرمنت. لو انت بتستعمل ادفانسد ديبلويمنت تكنيكس هيبقى موجوده في السورس كنترول بتاعك بغض النظر عن التكنولوجي اللي انت بتستعملها. فده خلي بالك وانت بتبيلد، دونت جو للبرودكشن لانها ممكن كمان تروح. بجانب ان انت كمان ممكن تبقى بتعمل مصايب على البرودكشن وهي بتimpact your users or customers وده احنا مش عاوزين يحصل. plan first build later. خطط وديزاين put the blueprint قبل ما تطلع على الناس. who will run the flow. identify الناس اللي هترن الفلو ده. when will the flow run. هل هيرن على schedule ولا record trigger flow ولا محتاج user interaction فمحتاج تعمل screen flow. بس اهم حاجه وانت بتبلان ما تفكرش بدماغ ان انا هعملها ازاي او ايه السيلز فورس كابابيلتي اللي انهي elements هستعملها في الفلو. انت لازم تفكر بهذا الترتيب. انا ليه بعمل كده؟ تبدا بواي وبعديها وات، يعني انا ايه اللي انا محتاج احققه، في الاخر الهاو ان انت ازاي تحط التكنولوجي مع بعض. وانت بتبلان ما تفكرش بدماغ الديفلوبر والا هتلاقي الدنيا رايحه ايه في اتجاه ديفلوبمنت. بس احنا بنحل بزنس بروبلم فلازم تسال واي ووين وهو ووير وكل الكلام ده قبل ما تبدا تفكر في الهاو.
What does the flow need to run successfully? List the value the flow should access it runs. ايه الانبوت وايه الاوتبوت، وهل انا بتعامل مع داتا بره السيستم ولا جوه السيستم، محتاج API calls ولا محتاج screens ولا. What will the flow do؟ قول بالظبط ايه المشكله اللي انت بتحاول تحلها. Where will flow be located؟ هحطه في سكرين فلو جوه البيج والكلام ده بس على السكرين فلو not applied طبعا ريكورد تريجر. ممكن احطه في لاين بيج وممكن احطه في utility bar زي ما اتعلمنا. Why do the target user need the flow when gathering information from person requesting an automation asking why can give you available details that could shape الفلو or perhaps point. think about كل حاجه هنا هتلاقي بص who when what where why، بس we didn't ask how، لان في البلاننج الهاو مش وقتها. it's the time to build. This is the time for how. غير كده ask any question other than the how. Notice we didn't say anything about planning the flow elements اللي هو جوه بقى. Don't worry about those details for now. Focus on the who, when, what, and so on. والهاو هيجي later. No plan survive first. And it's natural that you are building the flow. You will discover or remember things that require you adjust the plan. تمام. Plan a flow. In this badge, you follow a few flow building scenarios focusing on the best practice and so on. زي ما اتفقنا السيناريو اللي هنتكلم عليه if a case has ever been escalated، وده الفلو اللي احنا وريناه في الاول. metrics should reflect that escalation even after the status change. عندي تشيك بوكس اسمه escalation، فانا عندي فيلد اسمه status وعندي فيلد اسمه is escalated. فاذا كان escalated خلي لي التشيك بوكس ده true. Also when we are previously escalated case is closed، لو الكيس closed ابعت لي ايميل للاكونت اونر. ده السيناريو اللي احنا اتكلمنا عليه وهنتفرج عليه في خلال الهاندز اون. It's common for user make request to specific solution even those should not. ساعات انت كمان كديفلوبر تبقى مظلوم ان البيزنس جاي يقول لك الحدوته بطريقه بتخليك تفكر في الهاو قبل ما تفكر في الواي والوات. انت شغلانتك كسولوشن اركتكت كديفلوبر ان انت ستيب باك وتقول له هو احنا ايه المشكله اللي احنا بنحاول نحلها. ممكن تتكلم بيزنس وبنقول الكلمه دي 17 مره في حياتنا اليوميه واحنا بنشتغل. لو سمحت ما تكلمنيش ان انت محتاج فاليديشن رول، انا ممكن اعملها بفلو يا عم، بس قول لي انت ايه المشكله اللي انت بتحاول تحلها، وانا كديفلوبر I will find the best way scalable وبيست براكتس اللي تimplement اللي انت بتقوله ده. Case should stay escalated but case status can't stay escalated forever. فبيبدا يتكلم في different scenarios. مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده بس. فاتكلمنا بقى على الهو Salesforce should run this flow automatically. When run a case is created or updated. What does flow need to run successfully. Now permission to edit the case، لان احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي بقى هو مركز على البروبلم ستيتمنت اللي احنا بنتكلم عليها، الا وهي ان انا عندي كيس الستاتس بتاعتها بقت اسكليتد والفلاج عاوز يتعمل. فمين اللي هيرنه الكلام ده اوتوماتيكلي؟ اول ما اغير الستاتس تو بي اسكليتد انا متخيل ان في باك جراوند جوب هتجري، اللي هو باك جراوند يعني ريكورد تريجر فلو او ريكورد تريجر فلو، هيخلي لي الاز اسكليتد ترو ران وين كيس كرييت. انا ممكن اكريت كيس من الاول اسكليتد، او ان انا ابديت واحده كانت to do بعدين بقت escalated. محتاج طبعا permission عشان اغير الريكوردز دي، محتاج الايميل ادرس بتاع الاونر عشان ابعت له الايميل. what will the flow do for all users. The flow should do the following if status. ده السيناريو اللي احنا لسه قايلينه where it's record trigger flow. انا مش هحطه في حته على البيج. why do the target user need the flow. managers need metrics. ف this is the why. managers need metrics to the total number of cases and so on. فخد نفس ال open ended questions هنا اللي هي who to ask وايه الحاجات التشيك ليست بتاعتك ليه حطها على البيزنس سيناريو. ف it's a good template to start لما يبقى عندك مشكله عاوز تحلها في using flows. ف it's a good template to follow وتبدا تعمل. حد عنده اي اسئله؟ محتاج تخلي الكلام ده كله in mind وتبدا تحط ايه الفلو مايند سيت while you are building. وبالتالي ان شاء الله تطلع شغل نظيف زي ما اتفقنا. Right. لو ما حدش عنده اسئله يلا let's jump to the quiz. Which of the following is a risk mitigation practice when developing with flows or code.
في الحدود اللي احنا غطيناها. ايه ان انت لو عاوز تقلل الريسك بتاع الفلو، ايه اللي ممكن اعمله؟ add او code add functionality that anticipates problems and handle them gracefully. ان انت تبدا تتخيل وتحط functionality وتانتسيبيت وتبدا تفكر في سيناريوز اللي ممكن تعمل لك مشاكل وتحلها. ولا build only one automation per object. ما اتكلمناش على how many automations per object. all your org automation should either be in flow or code. يا تحط الناحيه دي يا تحط الناحيه دي، بس not both. برضو ما اتكلمناش في ازاي نميكس ايبكس مع فلوس. تيست اند ديباج يور اوتوميشن افتر يو ديبلوي. الاجابه لا. وبالتالي البيست براكتس طبعا ان انت ثانك يو علام. when should you make flow change in a sandbox first. امتى تعمل الفلو في الساندبوكس، وامتى تقول يا عم عديها المره دي وروح للبرودكشن. only when you need to add an element. only when you need to add change an element. only when you need to make a change to more than one field. when you need to make any change no matter how small. What do you think? تمام. we will go for D. بغض النظر عن نوع اللي تشينج ما تروحش تعمله. هو you need to do it in sandbox when you need to make any change no matter how small. We made the first unit. حلو الكلام. طيب نبدا نتكلم على موضوع اخر بقى، الا وهو التستنج. يعني احنا كل ده بنحط الفرشه الاولانيه ان احنا نبدا نتكلم على اهميه ان انت تعمل شغل نظيف، وازاي افكر بطريقه ازاي سولوشن اركتكت ان انا اعمل شغل نظيف. طيب بس احنا بقى مهمتنا ان احنا نعمل ايه؟ شويه تستنج. ايه؟ هتلاقي في ميثودولوجي اسمها test drive the risk which is test driven development. فالاول تبقى حاطط في دماغك ان انت هتست حاجتك. It can be tempt to release your beautiful new flow creation into the world as soon as built. كلنا نفسنا شغلنا يطلع للنور والناس تبدا تستعمله. But if you do, you take the risk of flow making unexpected changes to your org data. مش عاوزين نتسرع ونطلع الحاجه وبعدين نروح نقول ايه يا ريت اللي جرى مكان ان انا غيرت الداتا والحياه باظت او بعت ايميلات غلط. What if there are a way to reduce the risk? Simplifying your work by developing and testing each feature individually, working through problem more quickly because there are fewer changes to track, create cleaner, simpler, setting aside dedicated chunk of time to focus on the quality اللي هو شغل نظيف بالعربي زي ما قلنا. Good news, there are many developers accomplished by proven risk mitigation strategy called test-driven development. التست دريفن ديفلوبمنت ده اللي بتبدا بيديفاين يور اوتكم. يعني ايه ديفاين يور اوتكم؟ يعني ستارت وذ ذا اند مايند. ابدا تشوف هو انت ايه المشكله اللي انت بتحاول تحلها وايه اللي انا نفسي اوصل له. فديفاين يور اوتكم then build test. then بعد ما build التست build الاوتوميشن بقى. يعني احنا دلوقتي تخيلنا ايه اللي داخل وايه اللي خارج وايه الاوتكم، عملنا التست عشان يتستوا، بيبيلد الاوتوميشن وبعدين بينظف الشغل. In test driven, you establish desired outcome from your automation. Build checks that come after ان انت to confirm اللي انت متخيله يطلع طلع. And then to build the automation and then tidy up. طب هل الكلام ده التست driven development is applied على الفلوس؟ الإجابة لا. احنا ما ينفعش نبيلد تيست قبل ما نبيلد الاوتوميشن. ففي سيلز فورس احنا بنبيلد الاوتوميشن وبعديها بنبيلد التست. ووايل وي ار بيلدينج التست بنبقى اوريدي طبعا الديفاين اوتكم احنا عارفينه. فبنبدا نحط الديفاين اوتكم بيلد الاوتوميشن. اي ويل سي هي السيكونس كده. ديفاين الاوتكم، انت تخيل ايه اللي انت محتاج تعرفه، اكتبه على ورق. بيلد ان اوتوميشن، ابني الفلو بتاعك. بعديها روح بيلد التست وتاكد ان الدنيا شغاله. بعديها نظف شغلك ورن التست تاني وتاكد ان الدنيا لسه شغاله. يعني if I will do it I will do it that way because flow builder need a few things before you can build any checks. زي ما احنا شفنا كنا هنا انا ما ينفعش ان انا اقول له create test وانا ما عنديش الفلو اساسا. انا هنا بديله الداتا وبديله الاسيرشن عشان اقول له اتاكد ان كذا كذا. طب انا لو ما عنديش اي elements هنا هل انا هعرف ارن تيست؟ الاجابه لا. ف
سيز فورس فلوز لازم يبقى في حاجات تحصل الاول قبل ما ابدا اعمل التست. build checks that confirm the automation intended outcome and then build the automation finally. You tidy up any clutter. So in test driven you establish desired outcome for your automation. Build checks that confirm the automation والكلام ده. Because flow builder need a few things before you can build any checks. You can't follow the test driven development process strictly زي ما هي. In flow test driven development generally follow these steps. Select one feature of your automation. فيبقى الاول feature of your automation وانت عارف ال desired outcome بتاعها. In flow of feature is usually one data element or an action element. يا اما انا updated is escalated to be true يا اما ان انا عاوز ابعت ايميل. develop the feature. ابدا اعمل الفلو الاول. يبقى زي ما احنا قلنا كده ان انت بتبدا ب define the outcome ل certain feature. تاني حاجه روح اعمل لها development, create a data action element, add any other elements and so on. define your desired outcome. حدد بقى ابدا اعمل الاسيرشنز بتاعتك وديفاين الديزايرد اوتكم فور فيتشر ان التست. فلو بيلدر هاز ديديكيتد تول فور ذس وهنتكلم عليها. احنا اوريدي اتكلمنا عليها ورينا لكم شكلها ايه. بس هنعملها بقى ان شاء الله مع بعض. ران ذا تيست تشيك ان الكلام شغال زي ما انت متخيل. ولو الفيل هيطلع لي هيوريني ان التست فيل ويطلع لي ايرور مسج. clean up your work, make names and descriptions وحط description ونظف اسماء الفاريبلز وراجع ايه اللي انت عامله for input وايه اللي عامله for output. ما تلاقيش الدنيا كلها حط variable input output هو تايمين باي ذات. لما تيجي تعمل نيو ريسورس ما ينفعش ان انا اجي كده كل فاريبل بعمله اسميه اي حاجه. هاي ماي نيم از باسم وبعديها اقول له ريكورد واقول له available for input وavailable for output وانا ولا عاوزه input ولا عاوزه output. اتس لوكال فاريبل وبتلاقي بيبقى في كلاتر كده while we are still building. بس اهم حاجه قبل ما تسلم الشغل اتاكد ان الشغل ايه نظيف. clean up your work, make names and descriptions وخلي بالك من النيمينج convention و repeat this step focusing on other feature each time. We put automation in your automation اللي هو ان احنا بنحط تيست جوه الفلو. ده الاوتوميشن الاولاني وده الاوتوميشن الثاني. الريكورد تريجر flow builder contain a testing tool called test. view test, create test. The test tool make it easy to follow the cycle of test-driven development. It's a place to define flow, desired outcome, and then check the flow عمل اللي انت متخيله. فبتروح على التست زي ما احنا اتفقنا كنا هنا ورحنا على التست وقلت له edit. فببدا احط له هيرن امتى، الانيشال ريكورد اللي هبدا بيه ايه الابديت اللي هيحصل. فده بيفور اند افتر وبالتالي ببدا اعمل شويه فاليديشنز بايرور مسجز. most of flow will have multiple tests زي ما احنا شايفين هنا برضو ان انا لو رجعت كده قلت له فيو تيست هلاقي عندي 3 4 تيستس fails وsucceeded والفيل محتاج اروح اصلحه ورن تاني with the test tool you can run all the flows test in a single click. انا ممكن اجي كده اقول له اهو كله run التست هيقوم رانين لي كل التست وهيطلع لي مين الباس ومين الفيل. in the development world this is called an automated testing. ده اللي احنا اتكلمنا عليه في اول حلقه. in the automated testing tool each desired outcome is called an assertion. assertion يعني اتاكد ان الحاجه اللي انا متخيل انها تحصل حصلت وبالتالي هو ده اللي احنا عملناه واحنا هنعمل التست اللي هو set assertion. In the automated testing tool assertion state the fact about what automation should do بيعمله and the test perform the fact checking. Okay, as flow grow and change over time it's important to run your test as you build. ليه؟ لان احنا اتفقنا باسم ممكن يبقى عمل حاجه، علام عمل حاجه، محمد عمل حاجه and so on. وبالتالي ممكن كل واحده لوحدها شغاله بس لما اشتغلنا كلنا مع بعض مع مجموعه من التغييرات على الارض الدنيا باظت. So it's important to run your test as you build to make sure that everything you previously built still works. Developer بيسموها regression testing وهنتعمق في الكلام ده اكتر ان شاء الله في الفلو implementation 2 كمان. A record trigger flow need a few things before you can build its tests. That's why احنا قلنا احنا مش بنفولو التست driven development بحذافير. ليه؟ لان انا عشان اعمل a flow must contain at least one element عشان اعرف ارنه فين في immediate path. لو تفتكروا زمان ايام زمان لما كنا بنتكلم على الريكورد تريجر فلو وكلام من ده فانا عندي immediate path وعندي schedule path وعندي asynchronous path ففي immediate path مش هينفع ان انا اعمل تيست غير لما يبقى عندي at least one element.
To test an action such as sending an email وكلام من ده لازم يبقى sending email element او الابروفال بروسيس موجود جوه الفلو. So the flow must contain الاكشنز اللي انت عايز تعملها. To test the content of a resource such a variable or a formula الكلام ده لازم يبقى موجود. الفاريبل لازم يبقى موجود والفورمولا عشان اجي اقول له في الاسيرشن خلي بالك يا عم assertion ده انا متخيل ان الريكورد ده الفاليو بتاعته متخيل اهو ان التريجر ان كيس الاسكليتد بقت ترو. طب لو انا الفيلد ده مش موجود هل انا ينفع اعمل الاسيرشن ده؟ الاجابه لا، لازم يبقى الاليمنتس دي موجوده. These requirements are the reasons why you cannot build a test before you start the building. Test-driven development is an ideal. The important thing is to create and run test as soon as you can. فبغض النظر يعني ان احنا مش بنفولو بحذافيره، بس على الاقل بنعمل تيست وبنتاكد. اوكي، how flow test work. اتكلمنا واحد بنحط الليبل والاي بي اي بنقول له ده كرييت ولا اديت، وبعديها بنبدا نحط التفاصيل الاخرى لو هي الريكورد اللي بدا الحدوته، لو هي ابديت الريكورد ايه الابديت اللي حصل، فبنبدا نشوف ان انا كانت هنا كلوزنج بعديها بدات انها تبقى اسكليتد وبعديها بعمل assertion. So test detail trigger define how the test run. immediate created updated and so on. initial triggering record. في الكرييت هو ده بس كانك كرييت الريكورد ده، في الابديت هيطلع لك initial وupdated. define or choose a record that would trigger the flow. These values are used only in the test aren't saved on the database. فاي داتا انت بتعملها في التست مش بتلمس الداتا بيس. anyway okay it might be a little bit different and development في ان انت بتعمل اي حاجه ثانيه في التست كلاسز وكلام من ده، بس في الفلوز مفيش حاجه بتست الداتابيس، مفيش هنا التست داتا فاكتوري والكلام بتاع ده. انت هنا يا اما بتعمل الحاجات من اليو اي يا اما بتعملها ايه ان انت بتستعمل داتا من اللي موجوده في الاورك. ده الفلوز، احنا مش بنعلم تست كلاسز، فدونت كونفيوز يور سيلف. لو انت بتعلم ديفلوبمنت روح اعرف البيست براكتس بتاعت التست كلاسز وتست داتا فاكتوري وازاي بتعمل داتك وبتخلي الاي ديز مش هارد كودد وكل الكلام الجميل بتاع البيست براكتس بتاع الديفلوبمنت. هنا بيقول لك ايه؟ مفيش حاجه هتتاتش. They are not saved to the database. You enter only the values that are required by the field or relevant to test. Update available only when testing a record update. فبتيجي هنا اهو، فلو انا كرييت هتلاقي set initial مفيش الابديت، اول ما هجو ابديت هتلاقي طلع لي واحده رابعه، فدي بتطلع لي بس في الابديت. available only when testing a record update. define the start the same triggering record after the update that trigger the flow. ففي الانيشال انا كنت قايل ان انا هنا let's say فين الستاتس، ان وانا ببدا الفلو ده الستاتس كانت نيو، بس بعدين انا غيرت الستاتس بقت اسكليتد، فده before and after. ده الابديتنج. This will include change that triggered the flow. These values are records value before the flow runs. Assertion define the condition اللي هتخليك تقول it's pass or fail والدنيا مشيت زي ما انا متخيل ولا لا. Alright, together the initial triggering record tab and the update triggering record tab create a picture of the record قبل وبعد. The initial triggering record is the same record before the trigger and the updated after the trigger. When testing a record, you can define an initial triggering record. The created record trigger this flow. The assertion check whether the field values at the end بتقابل اللي انت متخيله ولا لا. Change, run وبعديها اتاكد ان كل حاجه شغاله تمام ولا لا. Simulate the initial triggering قبل updated بعد. simulate creating the initial triggering record. ده الفرق ما بين الريكورد ابديت والريكورد كرييشن. هنا عندك initial وابديت قبل وبعد، بس في الريكورد عندك بس initial مفيش بعد، هو ريكورد كرييشن. انا كريت الريكورد، الاثنين برن فيهم، الاثنين بعمل فيهم assertion. وده wrap up another unit. حد عنده اي اسئله؟ مفهوم احنا داخلين على ايه؟ المره الجايه بقى هنبيلد الكلام ده، مش المره الجايه يعني اليونت الجايه هنبدا نبيلد التست دي مع بعض ونتفرج على الاوتبوت. When using test-driven development to develop a flow, what should you do after tests run successfully? يبقى لو احنا بنعمل test-driven development to develop a flow, what should you do after tests run successfully? Create tests for the next feature, deploy the flow from a sandbox to production, clean up, simplify the work you just completed, test the flow manually by triggering. يبقى what do you think?
تمام يبقى احنا اتكلمنا ان انا بعد ما اتاكدت ان الدنيا تمام هتاكد ان clean up and simplify الwork which flows support the test feature screen flow record trigger flow auto launch schedule اتفقنا ان هو record trigger flow. حد عنده اسئله؟ كله تمام؟ حلو الكلام. we made the second unit. يلا بينا. alright دلوقتي it's time for hands on. مدينا هنا باكج عاوزين نروح ننستول ات. خلينا نتاكد ان احنا فاتحين نلانش البلاي جراوند بتاعتنا. لانش تمام نحطها هنا وتعالوا بقى نكبرها مع بعض ونبدا نلاو وننستول الباكج وخليها تنستول الباكج عقبال ما نبدا ان شاء الله رحلتنا انستول فور ادمنز. هيبدا ينستول. تعالوا بقى احنا while they are installing تعالوا نشوف ايه اللي ان شاء الله we will build it together. create بقى هتنستوله في فلو ان شاء الله هيبقى موجود. ده هنستعمله في الكويز داون ذير لما بنيجي نعمل التشالنج. عاوزين نرنه مره واحده عشان هنبدا نستعمله. طيب create a flow test. When creating tests, avoid referring to what you have created in your flow. Instead, refer to the flow plan you create specifically when the flow runs and what the flow does. فاتفقنا ان انت ساعات لازم تحط كده different hat. لذلك مهم جدا ان انت يبقى عندك حد بيعمل تيستنج في تيم. ليه؟ لان انت دلوقتي لو انت بنيت الفلو بتاعك انه هيعمل 1 2 3 لما هتيجي التست عقلك الباطن هيخليك تتست 1 2 3 بس ممكن يبقى 1 2 3 البيزنس عاوز اساسا 4 5 6 فانت بتست اللي انت عامله بس مش هو اللي البيزنس عاوزه. فبيقول لك لما تيجي تست حاجتك ما تستش اللي انت عامله. تست اجينست لو انت شغال اجايل اجينست اليوزر ستوري اجينست البيزنس ريكويرمنت على البلان اللي انت عملتها مش على الشغل اللي انت عملته عشان نتاكد ان انت بتست صح. تمام. so when will the flow run when a case is created في السيناريو بتاعنا احنا قلنا عندنا ايه ان case created او updated. what will the flow ايه اللي احنا trying to achieve for all users the flow should do the following. لو الستاتس escalated والتشيك بوكس مش checked خلوه لي true. when a case is closed لو الكيس closed والescalated check ابعت ايميل. دول الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها. okay so let's use this information to build tests for check escalated in cases flow that included in this package. The flow come with the first feature elements already built, a description element and update record element. Don't modify the scenario. Assume that on the ball admin already used data loader انه يسيت شويه flags عشان يبدا يلعب بالداتا. alright يلا نجمب على الفلو ونبدا نتاكد. First create a test for the first feature. If the status is escalated and escalated احنا دلوقتي مركزين بس على first problem statement. لو escalated status والفيلد مش checked set the escalated field to true. فيلا بينا نرجع هنا. الباكج اتعملت set up flows وهنجو جوه الفلوز ونبدا الاول. كان هو طالب مننا ان انا ارن فلو فخليني run this flow once at the start. ده ملوش علاقه باللي احنا هنعمله دلوقتي في الموديول. ده له علاقه بالتشالنج لما نجيله. ف I will go and run it once to start زي ما هو طلب مني. ده بيعمل ايه؟ ده بيfind certain profile certain contact if I remember right. dismiss بيfind certain contact وبعدين على البروفايل وبعدين البرميشن سيتس وبعدين بيكريت كيس وبعدين بيكريت تاسك وبعدين بيكريت يوزر ويستنى شويه وكلام من ده. فعشان كده هو عاوزنا نرن. بس احنا شغالين فين بقى دلوقتي؟ في another flow وده اللي احنا هنرجع. okay open the check escalated in the case. so check escalated فين هذا الفلو. here we go. طيب تعالوا نبص كده على الفلو created or created or updated. لازم طبعا نعمله action in related records لان احنا بنقول في البلان ان احنا ان شاء الله هنسند ان ايميل. بعديها الكرايتيريا بيقول لك لو الستاتس escalated والescalated equal false انا كل اللي انا محتاجه ان انا اعمل ايه؟ اروح ابديت الريكورد واخليه بتشو. بس هتلاقي هنا في بج.
اسكليتد، انا بسيت هنا اسكليتد ايكوال ايه؟ فولس. بس هو بيقول لك في الموديول خلي كل حاجه زي ما هي، عشان اقول لك ان انت لو بتست شغلك ممكن تتلخبط بان انت عملته كده، لان ده كان فهمك، بس البلان بتاعتك كان بيقول لك ايه في البلان؟ في البلان كان بيقول لك ايه؟ set it to true. وبالتالي لو هتعمل تيست سيناريو هنا based على البلان you will set it في assertion to true، بس انت actually you developed it as false، فهتعرف غلطك. فده اللي احنا we are trying to achieve. Alright, so let's create new tests. مفيش tests لسه، يلا let's create a test. اسم التست ايه؟ ده احنا بنتست دلوقتي create scenario status is escalated وال escalated equal false. طيب اهو واهو احنا بنتست created. ايه الانيشال triggering؟ فكل اللي انا عاوز اعمله ان انا اخلي ان انا كاني بخلق نيو ريكورد الستاتس بتاعته اسكليتد والاسكليتد ايكوال فولس. ليه؟ لان انا متخيل ان انا هيروح في الباث وابديت الاسكليتد ده تو بي ترو. طب ايه الاسيرشن؟ انا عاوز اتاكد من حاجتين، واحد ان الديسيجن اللي في الفلو يروح ناحيه از اسكليتد ان هو يابديت، وانه يسيت الفاليو تو ترو. فتعالوا نعمل التو اسيرشنز دول. ايه الكرايتيريا؟ select status escalated is escalated false. select اللي هو الكرايتيريا status is escalated equal false equal true، يبقى راح في الباث بتاعي، ان انا رحت في الباث ده. وطب لو ما راحش اعمل ايه؟ هديله الايرور مسج دي flow didn't take the status escalated، على الرغم ان انا مديله الستاتس، بس معناه ان انا مديفلوب حاجه غلط. طب تاني assertion عاوز اعمل ايه؟ اقول له ان التريجرنج كيس في الفاليو اللي اسمها escalated، تمام، المفروض تبقى true. انا متخيل ان انا لو انا بادئ فلو فيها كيس ان الستاتس بتاعتها escalated انه يروح الباث ويسيت الفاليو تو true. طب لو ما حطهاش بترو ايه اللي هيحصل؟ يطلع لي escalated wasn't set to true، احط له الفاليو دي. ادي تو assertions، الحياه بسيطه. عملناها is created، حطيت له الداتا ان انا قلت له ان الستاتس escalated، وحطيت له تو assertions to check. اي حاجه كمان؟ نو سيف. ده اول تيست. لو تفتكر هو في الاول قال لك ايه؟ we will be doing multiple tests على السيناريو. طب انا كده اتشكيت ايه؟ الكرييت. تعالوا بقى نروح نجرب كمان الابديت. view test create another one، هسميه update. وده في الابديت قلنا اول ما ابديت هتلاقي في بيفور في افتر. طب ايه بيفور؟ هنا ان الستاتس كانت working، فهاجي هنا اهو في البيفور هقول له انها كانت working. طب ايه الابديت اللي انا عملته كيوزر؟ ان انا رحت خليته ايه؟ بدل working خليته escalated. انا غيرت ابديت كيس escalated. طب ايه اللي انا متخيله لما يحصل كده؟ انا متخيل نفس القصه، انه هيروح على نفس الديسيجن، ومتخيل ان الفاليو تبقى ترو. فنفس التو assertions اللي هو criteria this one to be true. طب لو ما راحش الناحيه دي ايه اللي هيحصل؟ هيديني الايرور مسج دي. طب ايه الريسورس الثاني؟ triggering case escalated equals true. طب وايه الكاستم مسج؟ ان انا هقول له escalated wasn't set to true. بس كده. سيف ات. كده بقى عندي تو تيست سيناريو. كل اللي متخيله ان انا لو جات لي escalated بغض النظر اتس كرييتد او ابديتد والفلاج ده غلط، روح لي وسيته لترو. بس انا شايف بج اهي، بس خلي بقى التيست هو اللي يقول لنا ان انا عندي بج. طب اعمل ازاي؟ ان انا هروح كده واقول له ايه؟ رن. وحصل اللي حصل. لو انا كان عندي بج وانا بيان التيست وعملت التيست مش بيزد على اللي انا بنيته، بيزد على البلان، هلاقي انه فيل. طب انا عاوز اعرف هو فيل ليه؟ فتقول له ران تيست اند فيو ديتيلز. هيقوم عامل لك ايه؟ يقول لك يس عندك حق في الكرايتيريا، راح الناحيه دي سيت اسكليشن بترو. يس انت كنت قايل انها ايكوال ترو وطلعت بترو، فاحنا عدينا الاسيرشن ده. اسيرشن يعني التاكيد، انا اتاكدت انه مظبوط. بس سيت اسكليتد تو ترو انت كنت بتقول لي ان هو المفروض يطلع ترو، بس هو طلع ايه؟ فولس. وبالتالي اوبس هتيجي هنا انا عندي مشكله هنا وعندي بج. تمام. فده اللي احنا عملناه. وهنا ده اللي بيشرحه، بيبدا يقول لك بقى ان في 1 و2 و3 نفس اللي احنا قلناه. وهتلاقي ان انا عندي
بج هنا، فيلا نروح نصلحها. كل اللي انا محتاجه ان انا هرجع كده اقول له ايديت فلو، وهاجي على الحته الغلط دي واقول له لا معلش انا كنت متاسف، انا المفروض اسيته تشو سيف، واول ما سيف هقول له فيو تيست، وكل اللي هعمله ان انا هاجي هنا واقول له رن كمان مره، هلاقي ان الدنيا باست، وهقول له رن تيست اند فيو ديتيلز، هتلاقي ان assertion نمبر 1 حصل و2 true. مبروك علينا اول تيست يا شباب، ان احنا نتاكد ان شغلنا نظيف. حد عنده اي اسئله؟ كله تمام؟ تمام. alright، فده اول سيناريو. طيب قال لك part of a test driven methodology، احنا بنعمل ايه؟ ان احنا محتاجين ننظف شغلنا. فلو انت فاكر واحنا هنا في الايديت فلو، انا كنت كديفلوبر عملت باج وقلت له set the trigger to false، بس انا لا، انا غيرت دلوقتي بقى true. فاتاكد ان ايه اهم من الشغل؟ ايه؟ تظبيط الشغل، ويبقى ما تلخبطش ناس بالديسكريبشن اللي انت حاطه غلط. ادي نيو فيتشر بقى دلوقتي. يلا احنا اتفقنا ان انا عندي سيناريو نمبر 1، لو انا اسكليتد بس الفلاج بفولس خليت ترو. بس تاني سيناريو كان لو انا قفلت الكيس ابعت ايميل للاكونت اونر. فخلينا نروح نعمل القصه دي. فهاد another decision، فهاجي هنا على criteria واقول له another outcome، وهقول له close escalated equal true. لو الستاتس التريجرنج case status equals closed، تمام اهو، والاسكليتد بترو، يعني لو قفلت الكيس والتريجرنج كيس اسكليتد بترو، اعمل ايه؟ روح ابعت ايميل. فهاجي هنا واقول له if condition requirements are met، لا انا مش عاوزه كل مره التريجر ده يرن يروح يبعت لي ايميل، انا عاوز only if the record trigger flow updated to meet those specific condition، انا عاوزه يبعت الايميل مره واحده. تمام. ف I added both condition وعملت التشينج. now create an email feature. فهقوم عامل كده واقول له متشكرين جدا، تعال هات الفلو هنا عشان اعمل ايميل. هقول له ايه؟ send an email. اسم السند ان ايميل ده كل اللي انا عاوز اسميه ايميل. الراجل ما طولش علينا. طيب انا عاوز ابعت الايميل ده لمين؟ للتريجرنج كيس اكونت اي دي اونر بلا بلا. سو فور ليبل سوري، لا معلش الراجل هيطول علينا. كان الليبل هنا هو عاوزه ايه؟ ايميل اكونت اونر بس، وده اسمه الريسيبيانت ادرس ليست. فانا عاوز اقول ان التريجرنج كيس للاكونت للاونر للايميل ده اللي انا هبعت الايميل للاكونت اونر. هبعت له ايه السبجكت؟ your case. فين السبجكت؟ هنزل اهو. تمام. your customers escalated ticket has been closed. ايه البادي؟ كنا معرفين هنا تكست ايميل بادي. ببعت له اقول له ايه؟ ان الاكونت الفلاني الكيس نمبر الفلاني الكيس سبجكت بتاعها الفلاني. فهستعمل الايميل بادي فاريبل اللي انا عامله. طب عشان استعمل الايميل بادي فاريبل ده، فبدل ما هقول له انسيرت تكست على طول، هقول له لا سيرش ريسورسز واستعمل الفاريبل اللي انا عندي بس، وسيف ذا فلو. ده يبقى انا كده بقول له لو جاي لي كرايتيريا ان انا الكيس كلوزد والاسكليتد بترو، روح ابعت الايه؟ الايميل. حلو الكلام. كليك فيو تيست، ويلا نكرييت واحد تاني عشان نكفر بقى السيناريو الجديد. هقول له كرييت كلوز از اسكليتد. طب هل الكلام ده هعمله امتى؟ هعمله في الابديتد، لان هو كان مش كلوز. يعني مش منطقي ان انا بفتح كيس مقفوله، وبالتالي هي منطقيه انها تكون ايه؟ كانت مفتوحه وبعدين قفلتها وهي اسكليتد. طيب سيلكت سيت انيشال تريجرنج ريكورد. ليه الكلام ده؟ في ان انا هنا ابدا في الانيشال ريكورد ان انا ابدا املى الحاجات، يا اما ممكن استعمل one of the existing cases في الاورج، وبالتالي هو هيبريفل كل الانفورميشن هنا بالديتا. فكانت هنا اهي زي ما انت شايف انها اسكليتد، وبالتالي الفلاج ايكوال اسكليتد. فده اللي احنا عملناه. طيب سيت ذا ابديت تريجر، قلنا ايه بقى؟ ايه السيناريو بتاعي؟ based on the plan انها closed. طيب
ايه الاسيرشنز اللي انا عاوز اعمله؟ عاوز اقول له ان close is escalated true equals true. فتعالوا بقى نعمل الاسيرشن ده. فهاجي هنا على الاسيرشن وهقول له criteria closed is escalated true، ده اللي هو السكند باث، يعني انا رحت السكند باث قلت له بترو. طب وايه كمان؟ وعاوز اتاكد ان الايميل اتبعت. فايه الايميل؟ فان انا هاجي هنا وفي ايرور مسج طبعا للاولاني ده، فخليني اتاكد ان انا حطيت الايرور مسج اد كاستم فيلير. الاسيرشن الثاني ان انا رحت على حته الايميل وان انا اي فيزيتد. فهاجي هنا على السيت اسيرشن الثاني، هاجي الايميل اكونت اونر was visited، يعني انا رحت، انا مش هروح بقى اتاكد، مش هروح افتح الايميل بوكس بتاعه واتاكد ان الايميل وصل، انا عاوز بس اتاكد ان انا عديت على الاكشن، فبالتالي عديت على الاكشن. طب لو ما عداش على الاكشن هيقول ايه؟ flow didn't run الايميل action. save it view tests. بقى عندك واحد ثالث. let's run pass. now we are testing all the outcomes for that specific flow. boom, all three tests pass. You just practice test-driven development. In أنت you did the plan, you developed the flow, you put the test, you put the assertions, جربت create, جربت update. كل التست pass. Now we are safe. روح develop features. نظفت شغلك، روح بقى develop another features وارجع تاني run التست. لو كله شغال يبقى كله شغال. حد عنده أي أسئلة؟ حلوة قصة التست دريفن قبل ما ندخل على الجفرنال ليميتس؟ تمام. alright، يلا بينا ندخل على if you haven't installed the package or run it. خلاص ده احنا عملناه. تعالوا نروح على التشالنج. هنروح على set case priority from type. هقفل ده واقول له set case priority from type. ده التشالنج. هتلاقي ان هنا بيعمل ايه؟ ان case created check case details. لو الكيس تايب equal mechanical هيروح يست البريورتي الهاي. لو الكيس الناحيه الثانيه equals structural والcontact description جواه VIP هيخليه medium and so on. Okay, so let's build a test. view test, create a test اسمه set to mechanical. بعديها set the initial triggering record type mechanical. فهاجي هنا اهو وهاجي على التايب هخليه mechanical، اتاكد انه كده رايح الناحيه دي. set an assertion resource set to high equal true. اوكي، فهاجي هنا اهو set to high انه equals true. ولو راح الناحيه دي يديني if we didn't meet expectation اديني the flow didn't flow to set the high to true. هل في assertion تاني؟ set another assertion ان انا عاوز اتاكد ان الريكورد priority equals ايه؟ انها لازم تبقى high. طب لو ما بقتش high حط لي الكاستم ايرور بهذا الفيتشر. save it. alright، فعملنا اول تيست سيناريو. create another test ان انا عاوز اتاكد، انا اتاكدت ناحيه الميكانيكال، المره دي رايح ناحيه الاستراكشر والفي اي بي. فجو again view test create another one وهسميه structural. تمام. same thing set the initial triggering ان انا عاوز اخلي الكونتاكت نيم جين. فهاجي هنا على الكونتاكت نيم واخليها جين، وهخلي لي كمان ان التايب يبقى structural. حلو الكلام. set الاسيرشن set it to medium equals true، انه يكون راح ناحيه الميديم equals true. نفذ لي الابديت والمسج بتاعتي اهي medium path، وبعديها ان انا رحت ان البريورتي يبقى الكيس priority equals ايه؟ medium. رحنا contact و save done view test، وخلينا نروح نتشيك ان كل حاجه شغاله زي ما انا عملت. بس خليني اهو اروح ورن وهنلاقي ان التو
assertions facts. ده معناه ان انا whatever I thought I'm building، اللي انا اعتقدت ان انا ببنيه بنيته زي ما انا متاكد. حد عنده اي اسئله؟ تمام. So in that type, in the mechanical test we can't find an assertion that check for set to high equal true. تعالوا نتاكد. الميكانيكال edit assertion set priority to high in type mechanical test, and we are in mechanical test. عاوز اتاكد ان set to high equals global constant true. set priority to high equals true. انا مستعمل الابديت ريكورد، ما apologies. المفروض هنا check set to high equals true، لان انا عاوز اتاكد من الديسيجنز. ما apologies. save، وهروح اعمل للتاني لان ده هيبقى اللي بعديها. type as structural edit، وهاجي هنا في الاسيرشن هنا set to medium equals true. فده معناه ان انا رحت الباث زي ما بالظبط عملناه في الموديول، وهقول له كده view test، وهقول له ايه run. هو ده اللي كان عاوز يتاكد عليه، ان احنا المفروض كده رحنا للناحيه وتاكدنا ان الفاليو مظبوط. ماشي يا شباب، حد عنده اي اسئله؟ كله تمام؟ عظيم الكلام. معلش انا هزود كمان رباعيه عشان نبقى ايه قفلنا الموديول. ايه تاني؟ ان الريكورد priority equal mediums we can't find expected custom failure message. ده اهو ساعدين نتكلم على الشغل يبقى نظيف، الشغل يبقى نظيف والحاجات مش شغاله. طيب احنا كنا بنتكلم هنا على الستراكشر set assertion set to medium. نسيت احط الايه المسج. سيف، وان شاء الله تكون ايه اخر الاحزان. المره دي المفروض تشتغل ان شاء الله. let's check one more time. طيب الموديول اللي بعده ان شاء الله اول ما نخلص التاسك اللي هنا نبدا نتكلم على الجفرنر ليميتس، وده موضوع مهم جدا 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 جدا. who we did this unit. طيب stay within limits، يعني اعرف حدودك. stay within your limits means اعرف حدودك. اتفقنا ان Salesforce multi tenant عنده governor limits، you have to respect it. Flow are very powerful, but there are limits to that power. Remember, Salesforce running multi-tenant infrastructure، وزي ما اتفقنا بالانجليزي بنقول ايه؟ sharing is caring، او بالعربي بنقول ايه؟ النبي وصى على 7 جار، كلنا في منطقه واحده، ما ينفعش ان انت ايه تيجي عليا. خلي بالك من واعرف حدودك. which means your org shares server resources with other orgs. في CPU shared، في RAM shared، في storage shared، فلازم تبقى مواطن صالح. To prevent one org from affecting the other org on the server, Salesforce limits the flow and code in a number of ways. Salesforce call these governor limits, which flow have a number of consideration for specific scenarios and consideration. The pair transaction limits، ده من اخطر الجفرنر ليميتس اللي انت لازم تخلي بالك منها. الحدود بتاعه الترانزاكشن. يعني ايه ترانزاكشن؟ يعني انا بعمل شويه حاجات وبروح اكويري الداتابيز، وبروح اكويري الداتابيز تاني عشان اجيب الاكونت، وبعديها اكويري تاني عشان اجيب الكونتاكتس، ومن الاكونت بروح اجيب الريليتد اوبورتيونيتيز، ومن الاوبورتيونيتيز بروح اكويري الاوبورتيونيتي برودكتس اند سو اون. قاعده تشقلب من اوبجكت لاوبجكت لاوبجكت. هل الكلام ده كله بيحصل جوه باوندري اسمها ترانزاكشن؟ وكل ترانزاكشن ليها ليميتس، لذلك اسمها بير ترانزاكشن. يعني لكل ترانزاكشن الليميتس بتاعها. The most important limit to be aware, they apply to every flow. They are easy to expect if you are not careful. Sorry, they are easy to exceed if you are not careful. يعني سهل قوي ان انت تهت الجفرنر ليميتس دول لو انت مش عارف انت بتعمل ايه. فخلي بالك من البيست براكتسز عشان ما تقعش في مصيده الجفرنر limits. And they can bring any flow of crashing without even warning. They are called pair transaction. شوية أرقام محتاجين نخلي بالنا منهم. So what is the transaction? To understand the transaction in a flow, think about 2 trains traveling a standard route. واحد عندي قطرين ماشيين على قضيب القطر، واحد فيهم اكسبريس
بياخد من القاهره لاسكندريه دايركت ما بيقفش، تمام. وفي واحد قشاش بيقف على كل محطه يحمل ناس وينزل ناس. So train to make stops to pick up passenger along the way. Similar to train. One, a flow might run uninterrupted in a single transaction. flow زي القطر، خد الداتا اللي انت عاوزها من اول مره وراح عمل كل اللي هو عاوزه من غير ما يكمت الترانزاكشن، من غير ما يقطع الترانزاكشن. اكسبريس من الاول للاخر، خد منك اللي انت عاوزه وراح على الداتا بيز وعمل كوميت وراح الداتا بيز وجاب كل الداتا وعمل كوميت، كل ده في سنجل ترانزاكشن. ده اول مود. تاني مود لا، الشاش بياخد شويه داتا ويروح الداتا بيز ويكوميت ويقطع الترانزاكشن وبعدين يبدا ترانزاكشن جديده ويكوميت ويروح يعمل ترانزاكشن. وهنتعرف دلوقتي ازاي نعرف الترانزاكشن باوندري. باي ذا واي سيلز فورس في الريليز موست ريسنت ريليز كتر خيرهم حطوا لنا ان انت تبدا تتفرج كمان في الديباجنج على الترانزاكشن باوندريز، ودي حاجه جديده وحاجه عظيمه ان انت تتفرج عليها وتبدا تعرف وتتعلم هو ايه الجفرنر ليميت كونسامشن. تبدا تشوف انا عندي كام سوق وكلام من ده، وفي ان انت كمان تبدا تتعرف على الباوندري بتاعه الترانزاكشن بتاعتك، تمام. فده كده الحدوته. طيب ف like to train the flow might come a screen element or wait element، ودي الحاجات اللي هتقطع الترانزاكشن. يبقى انا لو انا شغال في سكرين فلو وبجيت ريكوردز وبعديها بوري سكرين، اول ما تيجي سكرين الفلو بتاعك قلب قشاش، ما بقاش اكسبريس ترين اني مور، هيكوميت ترانزاكشن وبعديها تروح. او لو حصل ويت اليمنت، ان انت بيجي هنا ان انت تيجي تقول له في الفلو، تقول له استناني بس معلش استناني دقيقه الله يكرمك، وتبدا تعمل ايه اي حاجه. فده برضو بيحصل ان ايه، بيستنى ان انت يحصل فيها wait for amount of time or wait for until date. That stop end the current transaction. After the stop a new transaction start. طيب تعالوا بقى نتفرج على هذا الدايجرام العظيم، لانه بيوريك ايه الفرق ما بين الفلو القشاش والفلو اللي مش قشاش. Transaction one flow running by itself. The flow run from start to finish within a single transaction. flow حصل كله كامل في ترانزاكشن واحد. طب ايه اللي بعده؟ لا اتفقنا مع كل سكرين الترانزاكشن بيحصلها كوميت، فاي جيت او سيت او جيت كرييت ريكورد ابديت ريكورد ديليت ريكورد اند سو اون حصل قبل السكرين، this is a transaction. اول ما اخبط في سكرين لا احنا بناخد وقفه ونكوميت ونبدا ترانزاكشن جديده للحاجات اللي بتحصل في النص. حصل سكرين وبالتالي عدد الترانزاكشنز هنا كل حاجه حصلت قبل السكرين، او بعد كده تاني ما بين تو سكرينز، ثالث حاجه ثالث ترانزاكشن، وبالتالي انا عندي I have 3 transactions، وبالتالي كل ترانزاكشن زي ما احنا اتفقنا اسم الجفرنر ليميت ده ايه؟ اتس ا بيج امبريلا يعني، بس اسمها بير ترانزاكشن. فلو انا بتكلم على عدد السوكال كويريز اللي هنبدا نتكلم عليها اتس بير ترانزاكشن مش كلهم مره واحده. طيب اتفقنا على ان في البيست براكتسز وان احنا نخلي الحياه موديولر، وتعلمنا ان انا يبقى عندي فلو وسب فلو عشان يبقى ايزي تو مينتين وريوزابيلتي وكل الكلام الحلو ده. طب هل الفلو والسب فلو بيرنوا في سيبريت ترانزاكشنز؟ الاجابه لا، كلهم في ترانزاكشن واحده. فلو انت في فلو ورحت على سب فلو ورجعت للبيرنت فلو، كل ده ستيل وان ترانزاكشن. يبقى السكرين بتفصل الترانزاكشن، السب فلو مش بيسبلت الترانزاكشن. عندي ايبكس بيرن وعندي تريجر كان بيرن بعد ما عملت الكيس وبعدين جوه الايبكس يو انفوك ذا فلو، رحت من الايبكس للفلو. هل دول two different transactions؟ الاجابه لا، it's one single transaction مكمله معايا. فده حاجه لازم تعرفها. اخر حاجه لو انا عندي ويت element، الويت بنتعامل معاها زي السكرين، ما قبل الويت is a transaction، ما بعد الويت is a transaction. حلو الكلام؟ الناس فاهمه يعني ايه transaction وكلام من ده؟ خلاص كلنا بقينا اكسبرت وان شاء الله هنطلع فلوس ما تخرش الميه ان شاء الله. alright type of limits، قاعدين نقول peer transaction يعني ايه؟ سوكل ده من اخطر الحاجات اللي انت ممكن ما تاخدش بالك منها. يعني ايه سوكل؟ ان انا دلوقتي عندي ان انا بروح اكويري database،
so-called queries are caused by get record element او الفلترز اللي موجوده جوه update او create. ساعات update او delete. ساعات تقول له روح update الريكوردز اللي is escalated equal true. ما هو لازم يروح للكويري يعرف مين الترو عشان يابديتهم. فاتس ا كويري within الابديت او الديليت. طيب ليا كام سوكل بير ترانزاكشن؟ يعني لو احنا في السيناريو ده انا عندي 2 ترانزاكشن، كل ترانزاكشن allowed فيها 100 سيكوال كويري. اوكي، ف 100 سوكل كويري can be per transaction. لذلك في governor limit مشهور، اول ما تلاقي 101 governor limit انا محتاج بقى اشوف فين السوكلز دي بقى، او انهي حته اللي وصلتني لل 101 سوكل، لان الجفرنر ليميت از 100. اوكي، ايه كمان؟ طب هل هو عدد الكويريز بس؟ لا، ده عدد الريكوردز جوه الكويري. لازم تبقى 50,000 ريكورد ريتريفد باي سوكل كويري. وباي ذا واي الكلام ده مش على الفلو بس، الكلام ده بير ترانزاكشن. اتفقنا ان الترانزاكشن ممكن تبقى ميكس ما بين الايبكس والفلو. طيب بعديها ايه؟ دي ام ال. دي ام ال ان انا داتا مانيبيوليشن لانجوج. يعني ايه داتا مانيبيوليشن لانجوج؟ اي حاجه بتغير في الداتا، ان انا بعمل اد اديت ديليت كرييت اديت ديليت كرييت ابديت ديليت، ده اسمها دي ام ال اوبريشن. فكرييت ريكورد اند ابديت ريكورد اند سو اون. عندي كام دي ام ال بير ترانزاكشن؟ عندي 150 دي ام ال ترانزاكشن. فخلي بالك برضو ان انت ما do not exceed 150 دي ام ال بير ترانزاكشن. ويعني ايه؟ هل الكلام ده بيأثر على عدد الريكوردز؟ يس. وما تلمسش اكتر من 10,000 ريكورد بير ترانزاكشن. حلو الكلام؟ فالليميتس دي تحس ان انا معقوله في فلو ممكن اعمل 100 سوكل او اعمل 150 دي ام ال؟ ده انا بعمل كرييت ريكورد وخلاويص. لا، انت you cannot imagine how easy لو انت مش واخد بالك ان انت تهيت الليميتس دي بمنتهى السهوله. وخاصه بقى كمان لو ايه؟ لو تريجر والتريجر بيكول انذر تريجر والتريجر بيكول فلو، وبعديها ممكن لا قدر الله تسمع حاجه اسمها ريكيرجن. يعني ايه ريكيرجن؟ ان الابديت الاخراني ده خلى القصه دي تبدا من الاول تاني وتفضل فلوب كده ريكيرجن، وبالتالي تلاقي هوبا الارقام دي قاعده تزيد 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 تزيد، وبعدين الترانزاكشن فيلد. لان انت عندك سيريز اوف اوتوميشن كلهم زي ما احنا قلنا اهو، ان انا لو عندي سيريز اوف اوتوميشنز دول كلها بترن في سيم ترانزاكشن، فهي بس مش المشكله في الفلو، لا ده في الايبكس اللي قبليه وفي الايبكس اللي بعديه، ولو عملنا لوب ودخلنا في ريكيرجن تاني. والكلام ده سهل قوي. انت ممكن وانت لسه بتبدا في الهاني مون بتاع سيلز فورس نيو انستنس ما تحسش بيها، بس اول ما الموضوع فلو فوق ايبكس تلاقي الدنيا ايه فجاه ضربت. فخلي بالك وانت بتعمل. اخر حاجه السي بي يو ليميت. يعني ايه السي بي يو ليميت؟ كل ترانزاكشن لازم تاخد 10 ثواني، وبالتالي لازم تبقى بتمونيتور انا واصل فين في السي بي يو بير ترانزاكشن، عشان اول ما هتوصل للسي بي يو ليميت هتدوس. كل الحاجات دي بتبقى فيري تشالنجينج ان انت تفكس، لان زي ما بقول لك انت ممكن تكون بتديفلوب فلو بس الموضوع بيضرب لان في تريجر بيرن وبيعمل فيه حاجه مش بيست براكتس فبتضرب لك الفلو. بس انا لوحدي كنت انا شغال في 2 سكند سي بي يو، بس التريجر ده هو اللي بيعمل 9، ف9 بلس 2 اللي انا ضفتهم عليه 11، وكانت القشه التي قسمت ظهر البعير. تمام؟ فده الليميتس اللي انت لازم تخلي بالك منهم. طيب فنبدا بقى ايه؟ هنمشي عليهم واحد واحد كده ونعرف ازاي نعمل القصه دي وازاي نصلحها. There are several ways for the large number of records. There are several ways for number of records in a single object to get into tens of thousands. تبدا زي ما قلنا اي انستنس بتبدا في الاول ايه؟ حلوه البدايات كده، بتبقى الدنيا خفيفه، مفيش داتا كتير، مفيش اوتوميشنز، مفيش كاستمايزيشن كتير، وان 5 years period تلاقي الدنيا باظت منك. one way. بس احنا خلاص احنا بنتعلم البيست براكتس من الاول، فاحنا مش هنبقى من الناس اللي بتبوظ الدنيا. ان شاء الله هنبني كل حاجه using البيست براكتسز taking into consideration كل البيست براكتس اللي احنا بنتعلمها مع بعض. وخلي بالك لو تفتكر ايام لما كنا بنتكلم على السينكرونس والاي سينكرونس، الليميتس دي بتتغير من سينكرونس اي سينكرونس، كل حاجه بتكبر لما بتروح لاي سينكرونس ترانزاكشن. ولما بتبقى اي سينكرونس ترانزاكشن، الترانزاكشن بدل ما بتبقى 1 ترانزاكشن بتتقسم، فالليميتس بتزيد والترانزاكشن بتتقسم فالكلام ده ان شاء الله تتعلمه وانت بتمشي. Alright, another by
gradually accumulating few thousand of accounts each having handful of contacts وكل contact له شويه حاجات تبعه. It's okay to have a lot of records. Just having a large database can cause flow error, but to prevent your flows from hitting SQL ولا DML you should limit the number of records. يعني ما اقولوش كل يوم روح ابديت كل الداتا اعمل لي كذا. حط your filter criteria. To avoid SQL و DML limits, use filter to minimize the numbers of records. Let's look at the unchecked contact their quarter flow. So هرجو هنا واقول له ايه uncheck contacted per quarter. ده flow بيرن كل يوم بيتاكد هل انا في الكوارتر ولا لا، او as soon I am in the quarter بيروح من غير اي كونديشن يروح يقول له خلي لي contacted this quarter بفولس من غير اي اي كونديشنز. وبالتالي لو انت النهارده عندك كونتاكتس عباره عن 1000 مش هيضرب، بكره بقوا 2000 مش هيضرب، بعد شويه 10000 مش هيضرب، 15000 ضرب. ليه؟ لان انت اوفر تايم الداتا بتزيد، بدخل على الدي ام ال بتاع ال 10000 ريكورد بير ترانزاكشن انضارب. طيب عشان اصلح زي كده ما ينفعش ان انت تقول له روح ابديت لي كل الداتا كده. طب ماذا لو هي اوريدي فولس؟ انا هروح ابديتها تاني فولس؟ هيروح يابديتها تاني فولس. فلو سمحت اد كونديشن قول له ايه contacted this quarter equal true، بحيث ايه contacted this quarter equals true. فكده بقول له روح للناس بس اللي true اللي هم هيبقوا حبه صغيرين وخليهم، لانه انت مش هتكونتاكت كل الداتابيس بتاعك كل كوارتر. فخلي بالك وانت تعمل دي مال اوبريشن الداتا بتزيد بسرعه والاوتوميشنز بتزيد بسرعه. بعديها نروح على اللوبس. يعني اي ثينك انا كررنا المعلومه دي 70 مره. ما تحطش دي ام ال اوبريشن ولا سوكل كويري جوه لوب، ان اللوب ممكن تبقى ايه تقعد تلف 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 وتلاقي الجفرنر ليميت اب بيزيد 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 لحد ما تقوم هاته. طيب لوب are powerful. It's running each record through other elements. Those elements run once each record in the loop. So if the loop is processing more than a few records and contains get يعني بيروح يعمل سوكل، create، update يعني بيعمل دي ام ال وبيعمل سوكل، وdelete then loop can quickly reach ال 100 سوكل من غير ما تحس، او ال 150 دي ام ال. Right. To avoid hitting حط كل اللي انت عاوزه قبل اللوب او حطه بعد اللوب، بس اياك واشوفك حاطط كرييت جوه اللوب. طب ايه الحل؟ طب ده بيعمل ايه؟ هتلاقي ان هو بيجيت الاوبورتيونيتي بيغير فيها شويه حاجات، بيكريت نيو اوبورتيونيتي، وبعدين بيجو يجيت كل الاوبورتيونيتي برودكت يقوم لافف عليهم مغير داتا ومكريت داتا. طب يا عم زي ما اتفقنا اتعلمنا ان احنا ازاي نعمل كولكشن فاريبل، نبدا نقاد عليه وناخد الكرييت دي نحطها بره، وبالتالي هقعد العب في كولكشن فاريبل لوكال بس اروح الداتابيس مره واحده. وده اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت، لما نتعامل مع الداتابيس يا بخت من ايه؟ من زار وخف، روح مره واحده. فده اللي بيشرحه هنا. But after that the loop use create record to create a new opportunity product. That create a record element runs on one DML statement for every product in the loop. The flow will fail if the transaction لو انا عندي اكتر من 150 ريكورد وانا بعمل 150 كرييت هتضرب which can easily happen. طب عشان نافويد الكلام ده نعمل ايه؟ هنروح let's more create record element out of the loop, create a record collection variable, store وادت عليه finally create once. Alright. So in the clone opportunity product flow, clone opportunity with products flow، هاجي هنا واقوم رايح واقول له new resource، عاوز اعمل variable of type record و it's a collection، وده opportunity product ده اللي احنا بنتكلم عليه، opportunity product ده اللي احنا بنتكلم عليه. وبعد ال opportunity product يا ابن الحلال هعمل ايه؟ هروح add عليه. ف it's called the new opportunity product، ده اسم الفاريبل اللي انا عاوزه، واقول له done. وهاجي هنا في الاساينمنت هقول له new opportunity product واقول له add، وهقول له الايه الcurrent item from the loop if I remember right. current item from loop entire resource. yep entire resource. فكده انا قاعد اضيف على البتاع واقوم جاي على هذا الرجل اقول له ايه خلي لي الكريت بره
بس ناو بدل ما هقول له current item لان انا بقيت بره اللوب، هقول له لا انا عاوز احط collection. بس انا دلوقتي كنت بتعامل في اللوب ريكورد باي ريكورد، دلوقتي بقى multiple، وبالتالي هروح دلوقتي new opportunity products، فاروح new opportunity products وخليتها بره اللوب. رايت؟ كده غطينا السوكل وغطينا ديميل. اخر حاجه flows started by other automation. زي ما اتفقنا عندي ايبكس بيرن فلو، وبالتالي الايبكس ممكن يكون في حد ذاته بياخد 9 ثواني وانا بعمل فلو بياخد ثانيتين. بس للاسف على الرغم انه بياخد ثانيتين بس بيرن في same transaction of الايبكس، وبالتالي انا 9 و2 بقوا 11، انا عديت ال 10 فخلاص هيفيل. فده بيست واي تو افويد ذات ليميت ان انت تروح تشوف الايبكس ابو 9 ده بيرن ليه في 9 وتروح توبتمايزه تقلله as much as possible، تقلبها asynchronous transaction. شوف اي طريقه، المهم ما ينفعش ان انت تروح ب 9 plus 2 والا هتهت الليميت. Alright, knowledge check. What is the best way to avoid flow limits of the number of records? Limit 50,000 retrieved by SQL query per transaction, 10,000 records processed by DML per transaction. What is the best way to avoid the flow limit of the number of records? Limits 50,000 و 10,000. Change the flow type. Move your org. سيبك بقى من سيت فورس المالتي تننت ده وشوف لك شغلانه ثانيه. Set filter condition ولا don't put data elements in loop. Alright, so set conditions when it's possible. Hands on challenge. يلا نخلصها بسرعه وان شاء الله لعبه فورتيت. طولنا النهارده بس يعني كان ايه موديول عظيم مليء بال التبس والتريكس الحلوه اللي تخلينا نطلع شغل نظيف. If you haven't installed, لا we install. Open the create onboarding project. خليني هنا على الفلوز. Open create onboarding project. Add a record collection of type A record. Allow multiple yes. Onboarding project step. هاجي on new resource variables. Allow record project onboarding project step. حلو الكلام. بعديها in the loop ده اسمه new steps. done. هاجي هنا في اللوب add a step to the collection in the loop. After this guy add an assignment element. add an assignment element. اوكي اهو هسميه add step to collection. خلي لي new steps. here we go. وهقول له add عليها وهقول له ال current item from the loop. new project ال add و new project step entire resource loop. هو قال لي ايه ان انا عاوز اجي هنا واقول له new project step entire resource، وبعديها on the after last ان انا هعمل create step. here we go. هسميها create steps و it's multiple، وهاخد الفاريبل اللي انا لسه محركه وهسيف ات activate it وهقول له يلا نتأكد ان شاء الله. I hope ان الموديول كان حلو، كان طويل، كنا ممكن نقسمه على مرتين بس خلاص خدتنا الحماسة ان احنا نكمله للآخر. I hope it was useful. Hopefully the challenge we made flow implementation one. Congratulations guys ان احنا بناخد خبرتنا في الفلو للنكست ليفل وعملنا فلو امبلمنتيشن مع بعض. محدش عنده اي اسئله؟ نشوفكم ان شاء الله المره الجايه مع موديول جديد. يلا سلام عليكم.